من يحكم دولة الأهلي الرياضية في السنوات الأربع القادمة؟ وكيف لهذا الرجل المحظوظ أن يحافظ على ما حققه أسلافه طوال أكثر من 100 عام؟ هل يسير على النهج التقليدي المحافظ الذي عرفت به هذه القلعة الشامخة، أم يحدث ثورة حقيقية تتواكب مع المستجدات التي واكبت الاحتراف والاستثمارات المليارية في القطاع الرياضي بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة في الآونة الأخيرة؟ تلك الأسئلة باتت تتردد هذه الأيام بين عشرات الآلاف من أعضاء الجمعية العمومية في القلعة الرياضية الأولى في مصر والشرق الأوسط، ومعهم الملايين من أنصار نادي القرن داخل مصر وخارجها، في انتظار ما ستسفر عنه الانتخابات المقررة لها أحد يومي 27 أو 28 من مارس الجاري. الانتخابات التي تجرى على مقاعد الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق و8 أعضاء لمجلس الإدارة، 5 منهم فوق سن 35 و3 تحت هذا السن. يتنافس فيها قائمتين رئيسيتين، يتزعم الأولى إبراهيم المعلم نائب رئيس مجلس إدارة النادي السابق، ويترأس الثانية محمود طاهر زميله في مجلس الإدارة أوائل هذه الألفية. المعلم الذي ترأس لجنة المئوية وهو خارج مجلس الإدارة، وكان مهندس لقاء الفريق الأول مع العملاق برشلونة، وكان له الفضل قبلها في استقدام كبير الكرة الأوروبية والعالمية الأول ريال مدريد، وذلك في 4 أغسطس عام 2001 في احتفالية النادي بتتويجه بلقب نادي القرن في قارة المواهب. هذا الرجل يبدو الأنسب من وجهة نظر البعض لاستكمال إنجازات المجلس الحالي الذي حقق معه النادي قفزة إنشائية ورياضية عملاقة بعد توليه المسؤولية خلفا للرمز التاريخي صالح سليم. أهم حاجة في لعيب الكورة مخك، لما بتنزل تفكيرك بيختلف، بتفكر غلط. أما البعض الآخر فيرى حتمية التغيير، خصوصا بعد الأزمات المالية الخانقة التي تعرض لها النادي في السنوات الماضية، وتحول على إثرها فائض الميزانية الذي قارب 50 مليون جنيها في بداية الألفية لعجز كبير وصل لدرجة تأخر مستحقات لاعبو الفرق الرياضية والموظفين الإداريين لأول مرة في تاريخ النادي، عن فرص نجاح قائمته بعد الدعم الواضح من مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسن حمدي ونائبه محمود الخطيب وبعض رموز وحكماء النادي، عن قدرته على تنمية موارد النادي مثل ما حدث عندما كان يشغل منصب أمين الصندوق في مجلس المايسترو، وعن إمكانية تنفيذ مشروع القرية الأولمبية في فرع النادي الجديد في أكتوبر في ظل الأزمة المالية والقانون الحالي، عن تحول المباراة الراقية في انتخابات النادي الكبير في أوقات سابقة لمعركة شرسة تستخدم فيها كل الأساليب المشروعة وغيرها. عن كل هذا يتحدث إبراهيم المعلم، أحد رموز الفكر والثقافة في مصر والعالم العربي، والمرشح لمقعد رئاسة النادي الأهلي في الملعب. أهلا بكم من جديد. أرحب بضيفي العزيز المهندس إبراهيم المعلم نائب رئيس النادي الأهلي السابق، أمين الصندوق السابق، عضو مجلس إدارة السابق، رئيس لجنة المئوية السابق، ورئيس احتفالية لجنة القرن السابق، والمرشح الحالي لرئاسة النادي الأهلي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ازيك يا فندم؟ منورنا. الله يخليك. هتستحمل أسئلتنا؟ يعني أرجو يعني أنت حضرتك ما شاء الله جامد يعني. أنا اتخضيت لما لقيت أحمد شوبير يواجه. طبعا لازم نواجه، امال ايه؟ لان هي المواجهه في النهايه لخدمه اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي، وما ادراك ما هو النادي الاهلي. طبعا حضرتك تدرك ما هو النادي الاهلي. ادرك كويس. وبعدين يعني وانا هفكرك بقى، انا سافرت رئيس بعثه معاك وانت لعيب. نعم وكسبت. وكمان يمكن حاجه انت مش فاكرها، لما جيت تعتزل انت خدت اراء، ومن ضمن الاراء جيت خدت رايي. لا انا ليا موقف اهم مع حضرتك لما حصلت مشكله وحصل ايقاف ليا، ولما حبيت اقابل الكابتن صالح سليم، حضرتك اللي خدتني الساعه 7:30 الصبح ورحنا للكابتن صالح سليم في مكتبه، كان بيحب يقول بولاق. ايوه دائما وابدا، وقعدنا معاه حوالي ساعتين وفهم الموضوع ساعتها
الكابتن صالح سليم يعني. وانت كنت سعيد قوي لان قلت لي بعدها رغم ان اول مره اقعد معاه القعده دي واشوفه كده كانسان جميل، فاكر؟ كان بسيط جدا عكس ما الناس كانت متخيله، رغم ان انا كنت كابتن التيم يعني. بس كانت الزيارات الرسميه يعني. داخل الرئاسه ليه؟ داخل الرئاسه ليه؟ داخل الرئاسه لان اولا النادي الاهلي بيمر بمرحله بالغه الصعوبه، وفي تحديات كبرى بتواجهه في مسيرته، فإما أن نستطيع أن نحافظ عليه وعلى كيانه وعلى اسمه وعلى مبادئه وعلى معانيه وعلى جمهوره الهائل وانتصاراته اللي تعتبر تحدي لأي واحد، ونواجه القصور والسلبيات والأخطاء اللي حصلت لأسباب عديدة، جزء كبير منها بسبب الظروف الصعبة اللي بتمر بها البلاد، ولأن عدد من رموز وكبار النادي الأهلي لما حسوا بهذه المخاطر شرفوني انهم قالوا لي احنا اتفقنا على ان انت لازم تيجي تقود النادي الاهلي في المرحله دي، والنادي الاهلي بيناديك فلا يمكن تتاخر. وهنا افتكرت اول مره في حياتي دخلت مجلس اداره النادي الاهلي، لان وقتها لما قالوا لي ان انت مرشح وعايزين تخش اتخضيت، وكنت متخوف من شخصيه صالح سليم، كنت اعرفه لكن مش معرفه كامله، وكانت فكرتي عنه كده زي الشموع السوداء انه شخصيه طاغيه وديكتاتور. وقلت انا مش ناقص هخش في مجلس، يا اما اقعد طول النهار اتناحر معاه يا اما اسكت، ولا دي هتمشي ولا دي ليها لازمه، مش طبيعتك. فالحقيقه رحت استشرت اتنين، استشرت كابتني وكابتن مصر في العاب الماء واللجنه الاولمبيه والعلامه الرياضيه الفذه عبد العزيز الشافعي، ربنا يديله الصحه، فقال لي لا ولازم تخش. وصالح سليم مش زي الناس ما بتقول، ده مثال الديمقراطيه، وصالح سليم يعشق اللي ليه رأي مستقل ورأي مختلف ورأي مفيد، لكن لما بيوصل بالديمقراطية لاتخاذ رأي هو بقى هيبقى أسد في الدفاع عن هذا الرأي، عشان كده الناس عندها الفكرة دي. ورحت لأستاذي أول أستاذ، لأن أنا بداية حياتي وأنا طالب اشتغلت في الصحافة الرياضية، وكان رئيسي وأستاذي هو الأستاذ نجيب المستكاوي. نعم. فسألته السؤال، قال لي بص، مصر دي فيها قلاع تميز، احد هذه القلاع الهامه النادي الاهلي، لان النادي الاهلي قلعه في الرياضه وفي الوطنيه وفي الاخلاق، رياضه وطنيه اخلاق. نعم. واذا النادي الاهلي في يوم من الايام نادى واحد قال له انا عايزك او محتاجك فتاخر، يبقى خاين للوطن. ده نجيب المستكاوي. كويس. والحقيقه المعنى ده دايما متجسد امامي. فلما يجي في وقت من الاوقات النادي الاهلي يكون في حاجه الى قيادات قادره على الاستمرار وقادره على التصحيح وقادره على التطوير وقادره على مواجهه الصعاب، ورموز وشيوخ النادي الاهلي يقولوا لك انت الشخص اللي نتعهد فيك هذا بما ليك من خبره في النادي الاهلي، خبره عمليه على الساحه في المجالس في المكتب التنفيذي في كل الكلام ده، فلا يمكن ان اتاخر. طيب حضرتك قلت اسم صالح سليم حوالي 4 مرات، ولكن حضرتك تسببت لاول مره في انقسام اسره صالح سليم لما اعلنتوا ان الكابتن طارق سليم بيأيدك وبيأيد جبهتك، واسره الكابتن صالح سليم النهارده اصدرت بيان بتأيد فيه المهندس محمود طاهر. التباين ده ليه يا فندم؟ لا يعني بص، هو طبيعي في كل الاسر الكبيره ان يبقى فيها اختلافات في وجهات النظر. تمام. انما يعني كابتن صالح سليم احنا عملنا معا مده طويله انا وغيري وتزاملنا، يعني انا دخلت مجالس الاداره من سنه 1991. نعم. 91 اللي هو كان المجلس التكميلي اللي انتخب بعد قعد حوالي 9 شهور. قعد 9 شهور. وده كان مجلس كده زي قوات الصاعقه. لان جاي 9 شهور عايز تعالج وعايز تم سحب الثقه من المجلس السابق برئاسه الكابتن الوحش. حضرتك جيت، كان له سفير النور معاك، كان له فاروق رجب، كان دكتور حسام بدراوي. مظبوط. لما صالح سليم اشترط ان الوجوه كلها تبقى جديده في الوقت ده، وكان معانا 2 نواب رئيس. 2 نواب رئيس. ايوه. السفير اللواء احمد سميح طلعت. نعم. واللواء متولي مبروك. نعم. كويس. ودي من ضمن الحاجات اللي هي اللوائح لازم تكون متناسبه مع حجم النادي ونشاطاته وقدراته وعدد اعضائه. مش تيجي لائحه صب. انت تفضل يبقى فيه 2 نواب رئيس؟ انا افضل النادي الاهلي لازم يبقى فيه 2 نواب رئيس. نعم. يعني نادي برشلونه عنده من 4 ل6 نواب رئيس. نادي ريال مدريد عنده كذا. ما العالم كله، وبعدين كل نادي كبير في العالم له لائحته الخاصه بها. هو اللي بيعملها، ما فيش حاجه اسمها انت حتى في مصر الشركات والهيئات والصحف، كل هيئه
وكل شركه نعم في قانون عام وتصدر لائحتها الخاصه. بالظبط كده. بيقول لك انت مجلس ضد التدخل الحكومي في موضوع اللوائح والانتخابات في الانديه. الحكومه عليها واجب، هي الجهه الاداريه اللي بتعمل التشريعات، اللي بتعمل القوانين بما يتسم مع الصالح العام ومع التزاماتها الدوليه. نعم. طبعا انا كنت اتمنى كراجل اصلا لاعب ولاعب دولي واشترك في دورات دوليه وكعضو في مجلس اداره النادي الاهلي اللي بيلعب على مستوى دولي وعالمي، اللي بيكسب بطولات افريقيا واللي بيروح لبطوله انديه العالم، وكراجل نائب رئيس اتحاد نشيد دولي وعارف ان مصر دي بلد كبيره مش بلد صغيره، وبلد قائده ولها وجود هام في الحركه الاولمبيه الدوليه منذ نشاتها 1910. احنا مش بلد هزار. نعم. كويس. احنا الحركه الاولمبيه مصر بلد مؤسسه من المؤسسين. احنا بنكسب ميداليات اولمبيه من العشرينات من القرن اللي فات. نعم. احنا كان عندك عبد المنعم وهبي رئيس اتحاد كره السله الدولي في الخمسينات. نعم. وعندك حسن مصطفى دلوقتي. نعم. بعدين النشاط والبطولات والاتحادات الافريقيه مصر هي اللي انشاتها. نعم. مصر هي الرائده اللي اخترعت الاتحادات الافريقيه في الالعاب المختلفه، واللي ابتدت البطولات الافريقيه هي اللي ابتدتها. فانت وجودك الدولي والقاري بالغ الاهميه، ما فيهوش هزار. مش كده ولا لا؟ طيب فانا كنت اتمنى ان احنا في دستور جديد وفي قانون رياضه جديد بيتعمل، وبالتالي احنا كل لما يجي واحد يتولى وظيفه رئيس جهاز رياضه او يعمل لائحه جديده 4 لوائح في كذا سنه. صحيح. مش كده ولا لا؟ نعم. اذا احنا داخلين النادي الاهلي عشان ندخل المستقبل، احنا مش جايين عشان الماضي. والمستقبل فيه دستور جديد وفيه قانون رياضه جديد. نعم. نخش على الجديد ولا نخش على الماضي اللي بنغيره؟ اذا بالتالي هتصمم في حاله انتخابك رئيس النادي الاهلي انك تعمل لائحه طبقا لرغبات وميول اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي. طبعا. ده موضوع محسوم، ولازم اعمل لائحه عصريه تتناسب مع الاهلي. عصريه طبعا. ما احنا عارفين، احنا مش عارفين العالم كله اللوائح شكلها ايه. ما احنا عارفين برشلونه ازاي، وعارفين ريال مدريد ازاي، وعارفين بايرن ميونخ ازاي، وعارفين مانشستر يونايتد ازاي، وعارفين مصلحه النادي الاهلي فين، وعارفين تاريخنا عملنا ايه وايه وايه اللي نجح وايه اللي ما نجحش نجاح كامل. فلازم نعمل لائحه تتناسب مع متطلباتنا، مع ظروفنا، ومع العصر. احنا في القرن ال21، هخش القرن ال21 وانا بفكر بعقليه القرن ال18. لما دخلت النادي الاهلي سنه 91 كيف وجدت مجلس الاداره؟ والان بعد مرور اكثر من 20 سنه كيف